كتير ناس بتخش في علاقة ورا علاقة ورا علاقة وبيعيشوا نفس التجربة بس مجرد مع وشوش مختلفة. بيكون عندهم إحساس إنهم فاقدين حاجة جواهم، وبيكونوا حاسين إن الإحساس ده عمره ما هيتظبط إلا لما يجي شخص معين يملالي الشعور ده. خلينا ندي مثال. واحدة كان باباها بيتعامل مع مامتها دايما بطريقة مش كويسة، أو غايب دايما عن البيت، بيكون الإحساس السائد عندها هو عدم الأمان. فتلاقيها لا شعوريا بتتوجه ناحية أي راجل ممكن تحس ناحيته إنه ممكن يعوضها، وللأسف بتتوجه ناحية رجالة تحس فيهم بالقوة أو السلطة، وما بتكونش مستوعبة في الأول إن البني آدم ده برضه ممكن يكون جواه شوية كلاكيع، نفس الكلاكيع اللي عندها بالظبط. هو برضه بيدور على واحدة تحسسه إنه هو جامد جدا، لأن في الغالب كان بيتعرض هو كمان للعنف الأسري، أو كان بيتقال له إن هو طفل فاشل. فتكتشف في الآخر إن التروما اللي عند البنت دي بتنجذب للتروما اللي عند الشاب ده، والعكس صحيح. نفس التروما اللي عند الشاب ده برضه بتنجذب للتروما اللي عند البنت دي. وكل ده للأسف ليه؟ بسبب حاجة اسمها التعلق، اللي هي باختصار أنا مستني حد يجي يظبط لي كل حاجة في حياتي. اكتبوا رأيكم في الكومنتات، ولو حد فيكم حس نفس الإحساس ده قبل كده أو بيمر بنفس المرحلة. أنا هيثم المعداوي، واحتمال في المستقبل أكون واحد من أشهر الناس في مصر. أشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.